هدومك بتطلع من الغسالة فيها ريحة كمكمة أو مش نظيفة زي الأول؟ تعالى أقولك السبب، يمكن الغسالة نفسها محتاجة تنظيف. أنا الغسالة، الفلتر اللي تحت ده بيتجمع فيه وساخة وبقايا من الجيوب. افتحوه مرة كل شهر ونضفوه كويس. درج الصابون كمان بيتراكم فيه المسحوق ويتغسل كل أسبوعين. ومرة كل شهر شغلوا الغسالة فاضية مع كربونات وخل علشان تتنضف من جوه. أنا خرطوم السحب، أنا اللي بدخل المية النظيفة علشان الغسيل يبدأ. لو الفلتر الصغير اللي هنا اتسد بالرواسب، الغسالة ممكن ما تسحبش مية أصلا، وساعتها الغسالة ممكن ما تغسلش أو ما تشتغلش، وده بيبقى من أعطال الغسالة الشائعة. أنا خرطوم صرف المية، لو اتسد أو اتراكمت فيه رواسب الغسيل يطلع مش نظيف والغسالة ممكن تظهر رمز خطأ. الحل سهل، افصلوني ونضفوني بالمية السخنة كل فترة وهتحملوا إن الغسيل يطلع نظيف وما ترجعش المية الوسخة تاني. كده الهدوم هتطلع نظيفة ومن غير أي ريحة.